انفصام الشخصية أو الفصام واحد من أكثر الأمراض النفسية تعقيداً، وهو اضطراب عقلي يؤثر على طريقة تفكير الإنسان، مشاعره، وسلوكياته. المريض غالباً يعيش في عالم مختلط بين الواقع والخيال، مما يجعل التعامل معه يحتاج صبر وفهم عميق. ليستنز دعمنا بلايك والاشتراك في القناة. 1. تعريف انفصام الشخصية. انفصام الشخصية هو اضطراب نفسي مزمن يتميز بخلل في التفكير والإدراك والسلوك. لا يعني انفصال الشخصية كما يعتقد البعض، بل هو اضطراب في العقل يجعل المريض يفسر الواقع بطريقة مشوهة. 2. أعراض الفصام. تنقسم الأعراض عادة إلى 3 فئات رئيسية. الأعراض الإيجابية الظاهرة: الهلاوس مثل سماع أصوات غير موجودة. الضلالات: أفكار غير واقعية مثل الاعتقاد أن شخصاً يراقبه أو يتحكم فيه. اضطراب التفكير والكلام غير المترابط. الأعراض السلبية: فقدان الحماس أو عدم القدرة على الاستمتاع. الانعزال الاجتماعي. قلة التعبير العاطفي. الأعراض المعرفية: صعوبة التركيز، ضعف الذاكرة، بطء في معالجة المعلومات. 3. أسباب انفصام الشخصية. لا يوجد سبب واحد مباشر، لكن الأبحاث تشير إلى مجموعة عوامل متداخلة. عوامل وراثية: وجود حالات فصام في العائلة يزيد من احتمالية الإصابة. عوامل بيولوجية: خلل في بعض المواد الكيميائية بالدماغ مثل الدوبامين. عوامل بيئية: التعرض لصدمات نفسية، ضغوط حياتية قوية، أو تعاطي المخدرات. 4. طرق التشخيص. يتم التشخيص عادة عبر مقابلات نفسية مع المريض وعائلته، مع مراقبة الأعراض والسلوك لفترة معينة. لا توجد تحاليل دم أو أشعة خاصة، لكن قد تستخدم لاستبعاد أمراض أخرى. 5. العلاج والتعامل مع الفصام. العلاج الدوائي: مضادات الذهان تساعد في التحكم بالأعراض. العلاج النفسي: جلسات فردية أو جماعية لدعم المريض وتعليمه كيفية التكيف. الدعم الأسري والاجتماعي: تفهم الأسرة لحالة المريض وتقديم الدعم المستمر له. التأهيل المهني والاجتماعي: مساعدة المريض على العودة تدريجياً للحياة اليومية والعمل. 6. نصائح للتعامل مع مريض الفصام. تجنب الجدال أو محاولة إقناعه بالقوة بأن أفكاره غير صحيحة. التحلي بالصبر والهدوء. مساعدته على الالتزام بالأدوية بانتظام. تشجيعه على المشاركة في أنشطة بسيطة يومية. 7. خاتمة. انفصام الشخصية ليس نهاية الطريق، بل هو تحد يحتاج علاجاً طويل المدى وفهماً عميقاً. بالعلاج والدعم النفسي والاجتماعي يمكن للمريض أن يعيش حياة أقرب إلى الطبيعية ويخفف